ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. ربنا يعود عليكم كده وعلينا الايام بخير ان شاء الله، ودايما كده ايام كلها خير ورزق وبركة من عند ربنا. كله يكتب لي بقى في الكومنتات جبتوا حلاوة المولد ولا لأ، وبتحبوا ايه في حلاوة المولد. في كده انواع معينة بتحبوا الجانب اللي هو بيحب الحاجات الناشفة بقى وكده، ولا الجانب اللي بيحب الحاجات الطرية النوجة والحاجات اللي هي الملبل وكده. يعني انا عندي ناس بتعشق حاجة اسمها ملبل. احنا تقريبا جايبين حلاوة المولد كلها ملبل. ربنا يعود عليكم الايام بخير، ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. الفيديو بتاعنا بمناسبة المولد النبوي الشريف. طبعا ان شاء الله هينزل يوم المولد. يعني هو المفروض الفيديو ينزل يوم الجمعة، انا هنزله يوم الخميس اللي هو يوم المولد، علشان تعرفوا احنا ليه بناكل حلاوة المولد كل سنة. احنا ليه بنحتفل بالمولد النبوي الشريف؟ من اسمه كده بمولد سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هو ولد يوم 12 ربيع الاول في التاريخ الهجري. تمام، 12 ربيع الاول اللي هو بكرة ان شاء الله يوم الخميس. ولد في مكة المكرمة في عام اسمه عام الفيل. ما ينفعش اكون مسلمة ومعرفش المعلومات دي. حاجات كده بسيطة، حتى لما اولادي يجي يسألوني ابقى عارفة. انا ذات نفسي في حاجات كتير جدا دينية واقعة مني، وان شاء الله هنعرفها مع بعض قريب باذن الله. عايزه اعمل لكم كده كام فيديو عن قصص الانبياء وعن كام حاجه دينيه كده عشان نبقى عارفين اكتر عن ديننا. ما ينفعش ان احنا نبقى ناس يعني مسلمين وموحدين بالله، بس في الجانب الديني ده واقع مننا شويه، ان احنا عندنا جهل شويه بالجانب الديني بتاعنا. فلا، لازم نكون عارفين الكلام ده. يبقى سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ولد يوم 12 ربيع في ربيع الاول في عام الفيل في مكة المكرمة. علشان كده احنا بنحتفل كل سنة كل يوم 12 ربيع الاول في بالمولد النبوي الشريف. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والده أو أبوه كان اسمه عبد الله ابن عبد المطلب، وجده كان اسمه عبد المطلب، وعمه كان اسمه أبي طالب، وأمه كانت اسمها آمنة بنت وهب. طبعا أبوه أو والده توفى قبل ولادته، وأمه توفت وهو في سن السادسة من عمره. واللي تولى رعايته او تربيته بعد وفاة والدته كان جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده تكفل بيه عمه ابي طالب، وكان بيعامله معاملة ابنائه زي بالظبط حد من اولاده. تمام. طبعا منذ نشأة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وطبعا عرف بالصدق والأمانة، وكان ينتمي لقبيلة اسمها قبيلة بني هاشم، ودي كانت من أشرف القبائل العرب. تمام. وأرسل مع أمه إلى البادية لقبيلة اسمها قبيلة بني سعد لحليمة السعدية، كانت المرضعة بتاعته. طبعا لقوا في بيتها الكثير من البركة والكثير من الخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد لقب بالصادق الأمين بسبب صفاته النبيلة بالصدق والأمانة. تمام. ونزل عليه الوحي وهو في سن 40 من عمره في غار اسمه غار حراء، وأمره بالقراءة. وساعتها نزلت أول آية في القرآن اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأت دعوة الإسلام تنتشر في مكة بسبب صفات النبي الصادقة والأمينة. وساعتها واجه المسلمون مقاومة شديدة من أهل قريش. طبعا عارفين آية قريش وعارفين السورة دي يعني اللي موجودة في القرآن. إن شاء الله هنقول قصص تانية كتير حلوة عن الأنبياء وكده، وهنحكي فيها قصة سورة قريش. تمام. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مع أصحابه إلى المدينة المنورة لنشر الدعوة الإسلامية. وأسس النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أول دولة إسلامية في الإسلام. تمام. وانتشر ساعتها الإسلام في الجزيرة العربية ثم حول العالم بفضل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا المعلومات دي لازم نكون عارفينها، وفي اكتر من كده كمان معلومات، بس انا حاولت يعني اعمل الفيديو على هيئة نقط او على هيئة معلومات بسيطة علشان الصورة تكون واضحة ليكم. توفي سيدنا محمد في اليوم الاثنين 12 ربيع الاول 11 هجريا، وده كان بعد الهجرة ب11 سنة، وكان عمره 63 سنة.
طبعا احنا بنحتفل كل سنة بذكرى مولده الشريف 12 ربيع الأول زي ما قلت في بداية الفيديو، وبنحتفل باليوم الجميل العظيم ده ان احنا بناكل حلاوة المولد والكلام ده. فكل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الأيام بخير، ودايما يا رب يا رب كده أعيادنا تبقى كتير وأيامنا الحلوة تبقى أكتر. دمتم بخير وفي رعاية الله، ما تنسونيش في دعوة حلوة، ولكم بالمثل. مع السلامة.